أما تبدأ بالانحراف السياسي فقط وتشغل الشباب بهذه الأشياء وتسدل الستار على دعوة الأنبياء، هذا خطأ فادح. أول ما يصاب به الدعاة أنفسهم، أول ما ينال الشر هذه الدعوة. فلست والله أعلم من الله، ولست أرحم من الله، ولست والله أغير من الله، ولا أغير من رسل الله عليه الصلاة والسلام. مهما ادعيت طريق الإصلاح واضح، والأمة في كل زمان، والأمة الإسلامية من قرون تحتاج إلى الإصلاح العقائدي، لأن الفساد العقائدي دب إلى المسلمين من قرون، سواء في الأسماء والصفات التي يمكن ما انحرفت فيها الأمم السابقة، وفي توحيد العبادة. فإذا رحت تجوب بلاد العالم في أي بلد شئت ترى من الانحراف في عقائد المسلمين وأعمالهم حول القبور ما يخجل منه اليهود والنصارى والوثنيون. كيف نتجاهل كل هذه الأشياء ونذهب نربي الشباب تربية سياسية فقط، والشرك أمامهم، الشرك الذي حاربه الأنبياء وأفنوا حياتهم في محاربته، وأهلك الله الأمم لمخالفتهم للأنبياء في هذه المسألة بالذات، ما هو من أجل السياسة ولا غيره، أهلكهم من أجل مخالفة الأنبياء في هذا الباب.